إمام عاشور. هل هناك عروض لإمام عاشور؟ أيوه، أي نعم. طب إيه الموضوع؟ إمام عاشور أصدر تعليمات لوكيله، والكلام ده حضراتكم على مسؤوليتي أنا الشخصية. أصدر تعليمات لوكيله حتى انتهاء الموسم، مش عايز أسمع عن أي موضوع، لا عروض ولا رايح ولا جاي ولا أي حاجة خالص. أنا هنزل الملعب ألعب، أراضي الجمهور، العلاقات تبقى كويسة، انتهى الموسم. عند حضرتك عروض خش بيها على النادي الأهلي. اللي بقوله لحضرتك ده لي أنا، يعني ده قصتي أنا، على مسؤوليتي أنا، ده كلام إمام عاشور. وأنا لما أقول كلام إمام عاشور على مسؤوليتي أنا، اعرف إن أنا إيه؟ يعني مصدر المصدر. إمام عاشور دلوقتي هدفه الأساسي إن هو ينزل الملعب عشان يصالح جمهور النادي الأهلي، ثم بعد كده بقى في عروض، تيجي عروض، الأهلي يوافق، الأهلي ما يوافقش، دي خطوة تانية. وفي نهاية الموسم لا يوجد أي حديث حتى نهاية الموسم، لا من ناحية إمام ولا من ناحية نادي الأهلي في أي تجديد. يعني لا هنجدد لك ولا معاك إيه ولا عايز إيه ولا عروضك إيه ولا القصة ولا بتاع. إمام مش عايز يشيل شيلة مش بتاعته. أنا بقول لكم أهو بمنتهى الصراحة أهو، وأنا كل سطر بقوله أنا مسؤول عنه. يعني إيه؟ يعني مش عايز يشيل شيلة الدوري يروح فيقول لك إمام، أفريقيا تروح فيقول لك إمام. عايز يرجع يخش جوه الفريق يلعب يكسر الدنيا زي كده كأس الأمم، يقول لك إمام عاشور أحسن لعيب في مصر. هو ده اللي يهمه دلوقتي، وإرضاء جمهور النادي الأهلي. لأن جمهور النادي الأهلي الموقف اللي فات ده، إمام أنا أقول لكم الصراحة ومش هخش جوه نوايا البشر، إمام لكل الناس وكل قصة إن هو كان تعبان، ولا يوجد أي نوع من التمارض. يعني الراجل كان تعبان وعنده دور وبتاعه، وهو ده اللي هو قاله. مش هنخش بقى نقول تعبان مش تعبان، ملناش علاقة. العقوبة هو ملتزم بيها، كله مرضي بيه. اتخصم مبلغ مش مهم، إعلانين هتعوض الدنيا يعني إيه سهلة وقريبة. ولكن اللي أثر فيه جدا هو هجوم جمهور النادي الأهلي لإمام. الحتة دي اللي هزته، والحتة دي اللي بتدغدغ أي لعيب. عشان كده جمهور النادي الأهلي كبير، يوم ما بيطلع عايز يدي رسالة، انت حبيبنا وامه وتمشي براحتك وترقص في الملعب طول ما انت صاحبي وكفاءة وفي الفريق وملتزم، انت عم العالم. انا مش جاي وانا مش رايح وانا مش لاعب المرة دي وكده، اقلب عليك في ثانية. مصلحة الأهلي قبل أي شيء. ده جمهور النادي الأهلي اللي تحط تحتيه 10 خطوط. انت حضرتك هتدي الأهلي احنا معاك، هتلعب هتشوف بقى حاجة تانية خالص. فجمهور النادي الأهلي اللي بيخلص الشغلانة دي، وجمهور النادي الأهلي هي الحاجة اللي هز إمام والحاجة اللي اشتراها إمام في كل القصة اللي فاتت دي، عشان تبقى الأمور واضحة. وده كلام إمام عاشور شخصيا. خلاص، اتمنى له يا رب كل التوفيق. إمام لعيب كبير يرجع ويكسر الدنيا ويصالح الجمهور.